ضيقات وتضيع يومك وتضيع عيالك أشهر، وأنت بعد الشيخ بالبندق هو جيفه لا يغسل ولا يصلي ولا يبدل قادام الدر بعد الشيخ ولا معاش شوي قاد. هل أنتم أمة؟ هل بكم إذا كان ارتضيتم على أنفسكم بالعبودية وارتضيتم لأولادكم أن يكونوا عبيد لمثل هؤلاء فأنتم عبيد، يعني فأنتم عبيد لمن فوقكم عليكم لعنة الله من بين الشعوب. أنا أتفلح حقين الشعب اليمني ما إلكم، أنتم متابعي، أنتم على راسي. قلدكم الله وقلد صلاتكم، أقلدكم الله. هل كلامي صح؟ أسألكم بالله بغض النظر عن سلبياتي، أقلدكم الله. هل كلامي صحيح؟ عندما يرتضي بنفسه أنه في دار الشيخ وعياله خدامين لعيال الشيخ، ارتضيتم بالعبودية، ارتضيتم بالنقصان. طيب ليش ما تعمل لك قيمة ولأهلك قيمة وتطلب الله على بطنك